يا صباح الجمال والحلويات دي، صباح طاسة أول يوم العيد. سلام عليكم، ازيكم؟ كل سنة وانتم طيبين، عيد أضحى سعيد عليكم يا رب. هعمل لكم النهاردة طاسة حلويات بعد الذبيحة كده، هتحلفوا بيها، مش هتشوفيها أبدا غير عند وصفتك مع أسماء. لايك وشير كتير للفيديو، ويلا ندخل على الفيديو ونشوف تكاتي وأسراري. حلويات العيد بتتكون من ايه؟ بتتكون من الكبدة والقلب والفشة والطحال والزور. امشي بقى معايا على الخطوات كده. اول حاجة بتحضري حلة وبتنزلي فيها ب2 لتر من المية وبتغليهم كويس قوي. بعد لما يغلوا هتنزلي فيهم ببصلاية وجزراية وورق لورا ونص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، وتنزلي بالفشة والزور والطحال، وهياخدوا بالظبط 10 دقايق كده. سيبيهم يغلوا مع بعض 10 دقايق. عبال بقى ما يغلوا ال10 دقايق دول، هنجيب الكبدة بتاعتنا ونقطعها شرايح ونشيل من عليها الجلدة اللي كلنا عارفينها، اللي بتخلي الكبدة تكش، اللي انتوا شايفينها دي، ونقطعها شرايح صغيرة. بعد لما بنقطع الكبدة بتاعتنا هندخل بقى على القلب وحلويات القلب. يعني ايه حلويات القلب؟ بتكون قطعة في مقدمة القلب من فوق كده. كل ده بنقطعه قطع صغيرة، وطبعا بسكينة حامية جدا علشان ما تدوخكيش يعني في التقطيع. لا، لما تكون سكينة حامية بتتقطع على طول. بعد لما اخدوا بقى 10 دقايق او ربع ساعة على النار كده، بنغسلهم برضو كويس قوي ونقطعهم قطع صغيرة بالشكل ده. الطحال والفشة والزور بتقطعيه شرايح، انت شوفي بتفتحيه وهو اساسا بيكون متقسم تمام كده. بعد كده تعالوا بقى، ما قطعنا كل حاجة، تعالوا نعمل الخلطة الجبارة بتاعتنا. الخلطة الجبارة بتاعتنا عبارة عن ايه؟ عبارة عن 10 فصوص من التوم كبار، ونص قرن فلفل احمر وقرن فلفل اخضر. هنضربهم كويس قوي في الكبة. بعد كده بتحضري الطاسة الكبيرة بتاعتك بقى على النار، طاسة كبيرة وتكون نظيفة وناشفة، وترفعيها على نار عالية وتنزلي بمعلقتين من الزيت. وتعالي لي هنا بقى في الجمال ده كله، هتنزلي بقطعة ليا متقطعة مكعبات صغيرة. هنقلبها في الزيت لحد ما تنزل طعمها في الزيت بتاعنا. طبعا في ناس كتيرة مش بتحبها، فما تسيبيهاش في الزيت علشان ما تتخلطش في الحلويات بتاعتنا وتاكلوها. لا، بطلعها بعد لما تنزل طعمها في معلقتين الزيت بتوعنا. اول حاجة هنزل بالقلب كده وهشوحه كويس قوي لحد ما تغير لونه. من اول ما بدأنا هنا كل حاجة محتاجة معانا تشويح كويس قوي. نزلنا بالقلب وشوحناه لحد ما خلص لونه بالشكل ده. بعد كده هنزل بقى بالفشة والزور والطحال برضو واشوح فيهم كويس قوي. كل تشويحة كده هتاخد مننا 3-4 دقايق. بعد بقى لما شوحنا كل الجمال ده مع بعض، هنوسع بقى كده في النص وننزل باخر حاجة وهي الكبدة بتاعتنا، لان انتوا عارفين الكبدة مش بتاخد اي سوا، بتشم النار تستوي كده على طول. هنسيبها كده دقيقتين على بال ما تغير لونها من تحت. طبعا انا مسرعه الفيديو، فانتي امشي على الاسرار والتكات، هتصبري دقيقتين لحد ما تغير لونها من تحت كده، وتفضلي برضو تشوحي فيها 3-4 دقايق في النص كده لحد ما تغير لونها معانا. بعد بقى لما كله كده اختلط ببعضه وقلبناهم، وسعيلي بقى في النص وانزلي بالخلطة الجبارة بتاعتنا، ويا نهار جمال في الريحة اللي هتشميها. بعد كده بقى اللي بيحبها سبايسي هتنزلي بنص معلقة من هريسة الشطة بتاعت وصفتك مع أسماء اللي نالت على إعجابكم كلكم. وهنقلب كل العظمة اللي انتوا شايفينها دي مع بعض. كل الحاجات دي يا جماعة مش بتاخد سوا، زي ما انتوا شايفين كلها دقايق بسيطة وهتخلص معانا. بعد كده بقى يلا نتبل حاجتنا. هننزل بمعلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، معلقة صغيرة من الكزبرة، معلقة صغيرة من الكمون. وقلبيلي بقى وشميلي القمر والحلاوة اللي انت بتعمليها دي. حقيقي وحرفيا كل الشقة بتاعتك هتتقلب من الريحة. بعد كده بقى هتكوني مقطعالي بصلتين كبار جوليان، وبرضو هتقلبي كل الكلام الجميل ده مع بعض.
بعد كده بقى بنزلنا بالبصل، هتغطي لي الطاسة بتاعتك وتسيبيها 5 دقايق بالظبط، البصل ينزل ميته كده ويتكرمل مع الحلويات بتاعتنا، ونكون مقطعين شوية فلفل الوان بقى يعلوا التست معانا كده ويخلوا الشكل جميل بالشكل ده. شايفين؟ بعد كده 3-4 دقايق كمان وخلاص الحلويات بتاعتنا استوت. تعالوا بقى، ناس كتيرة هتسألني وتقولي يا أسماء، طيب في حاجات بتبقى كبيرة ومش بتستوى قوي. اللي مش بتستوى قوي بعد لما تنزلي البصل هتنزلي بكوباية مية وتهدي عليها النار وتسيبي كل حاجة تستوي قبل ما تنزلي الفلفل. بعد كده لما كل حاجة تستوي معاكي هتنزلي بعصير ليمونتين وشوية خضرة مشكلة كده، بتودي الطعم في حتة تانية خالص. يلا بقى قدمي الطبق القمر ده وتكرنشيه براحتك، وتحضري بقى عيشك الابيض او الاسمر وسلطة الطحينة، وعيشي بقى مع السندوتشات اللي بنروح نشتريها من بره بفلوس قد كده. وصفتك مع اسماء عملتها لك في البيت باحسن وانضف من بره بكتير قوي قوي قوي. اعملي كده سندوتش حلويات مشكلة وعليها سلطة الطحينة وشوية خضرة مشكلة، وقدمي بقى لضيوفك وحبايبك وشوفي هيقولولك ايه. شايفين الجمال يا جماعة عامل ازاي؟ وصفة ما يختلفش عليها 2. اعملي بقى وقدمي لكل حبايبك وشوفي هيقولوا طعمها عامل ازاي من ايديكي. وبكده يكون الفيديو انتهى، ويا رب يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله هتجربوه وهيعجبكم على طريقتي، لانها بتكات واسرار ما شفتيهاش قبل كده. انتظرونا في وصفات جاية كتير.